الحمد لله يا صديقي، النهارده كملت 8 سنين في كاريري في الدعايه الطبيه او الميديكال ريبريزنتيف. والحقيقه على مدار ال8 سنين دي ما كنتش متخيل ان هغلط كم الاخطاء ده. فلو انت داخل الكارير ده جديد ولسه في البدايات، ضروري انك تتفرج على الفيديو دوت. اول حاجه محتاج تعرفها عن المهنه دي او عن ميديكال ريبريزنتيف، انك تفهم الشغلانه قبل ما تقدم عليها. ازاي؟ ناس كتيره جدا من اصحابي دخلوا المجال ده كميديكال ريبريزنتيف، قعدوا فيه سنه او 2 او 3 بالكتير، وبعد 3 سنين هو بدا ان هو حاسس بستريس قوي جدا عليه، هو مش قادر ان هو يكمل، طاقته النفسيه بتبقى ضعيفه جدا، او طاقته النفسيه مش قادر ان هو ينزل يشتغل كل يوم. فبالتالي مع الوقت مش قادر يستحمل مديره، مش قادر يستحمل زن التارجت، مش قادر يستحمل الاستريس المحطوط عليه من الشركه، ساب الشغلانه مشي. ولما جيت سالتهم طب ليه يا ابني انت من الاول دخلت الكارير ده، كان الرد واحد بس من الاول كده: الشغلانه دي ما كانتش مناسبه ليا. طب هي لو ما كانتش مناسبه ليك دخلتها ليه؟ تعالى كده ارجع فلاش باك. الراجل ده ضيع يعتبر سنه او 2 او 3 من عمره لحد ما راح دخل في كارير جديد، الله اعلم اذا كان هيكمل فيه ولا لا، ولكن انت بتتكلم ان هو تقريبا بيضيع عمره وبيضيع الكارير باث بتاعه. في نفس الوقت هو بيتاخر، ولما يروح في مكان جديد هيبدا فروم سكراتش، هيبدا من الزيرو كانه فريش بعد ما كان عدى عليه 3 سنين. تخيل كمان لو هو كان قضى سنه جيش، يبقى دي كمان 4 سنين. حاجه كمان مهم قوي انك تبقى عارفها، ان الشغلانه بتاعتنا دي كميديكال ريبريزنتيف انت بيبقى موجود قدامك في اليوم شغل كتير جدا اوت دور. انت مش شغال في مكتب او انت شغال في اوفيس تحت التكييف، لا بالعكس، انت بتلف في شمس كتير جدا، بتدور على ركنات كتير جدا، بتقضي سفريات كتيره. لو انت معاك بقى اريا بريفر عمال تروح من مركز للتاني، او معاك محافظات كتير بتروح من محافظه للتانيه، فانت بتقضي اغلب وقتك في سفر. مش بس كده، كمان عليك ضغط ارقام وعليك ضغط بيع. احنا في الاول وفي الاخر الشركه دي فاتحه عشان خاطر تبيع منتج، والمنتج ده يربحها فتديك مرتبك، وتبدا السايكل دي تفضل كامله. طيب الشغل ده بيكون ستريسفول لو انت مش حابب المجال، او لو انت مش فاهم المجال ده عباره عن ايه. فمهم قوي تبقى عارف كل الكلام ده. طب تعرف ازاي اذا كنت هتحب المجال ده ولا لا؟ انا طبعا مش بقول لك انت ما تجربش، لا انت حر، جرب مفيش مشكله، ولكن انت عندك فرصه كويسه جدا انك تنزل في فتره الاجازه ايام الجامعه. هتلاقي ان شركات كتيره جدا بتبقى في السنه الرابعه او السنه الخامسه طالبه ناس كتيره جدا تقدم معاها في السمر تريننج بروجرام، او اللي احنا بنسميها انترنشيب. انت في الانترنشيب دي روح دور على كذا شركه وجرب. على فكره ممكن مثلا مع شركه لوكال، ممكن مع شركه مالتي ناشونال، على حسب الفرص اللي قدامك او الموجوده في السنه اللي انت بتكون موجود فيها في الرابعه او الخامسه من الكليه. لما هتشتغل معاهم في الانترنشيب هتاخد حاجات عن السوفت سكيلز، تاخد حاجات عن الميديكال نولج، تاخد حاجات عن البرودكت نولج، فتعرف شويه عن الشغلانه من ناحيه الليفل او المرحله الاديوكيشنال فيها بتبقى عامله ازاي. بلس ان شركات كتيره جدا بتنزلك اتليست شهر بتنزل في الميدان زي ما بيقولوا او في الفيلد، تبدا ان انت تشتغل مع صيدليات، تتعامل معاهم، تخش مع عيادات مع دكاتره تتعامل معاهم، وتبدا انت تشوف الشغل جوه البروجرام ده او جوه الشغلانه دي بيبقى عامل ازاي. فلقطه السمر تريننج او السمر انترنشيب صدقني مش رفاهيه، حتى لو انت مش حابب المجال جرب، مش هتخسر حاجه. تاني بقى نصيحه دي مهمه جدا، ان الانترفيو مش امتحان شفوي. ناس كتيره جدا فاكره ان الانترفيو زي ما قلنا هي عباره عن اسئله انا حافظها هروح الانترفيو هكبها. لا، ده مش صح. انت مش منهج علمي او منهج بحثي معين بتبقى 1 زائد 1 فيه يساوي 2. احنا قلنا كتير جدا ان الانترفيو اسئلته مش حفظ، اسئلته تتفهم، واتكلمنا في فيديوز كتيره قبل كده عن الانترفيو، وتاخد بالك ازاي وتحضر ازاي وايه اشهر الاسئله والمعنى من كل سؤال عشان تعرف ترد تقول ايه. فلو انت عايز تعرف ايه هي الحاجات اللي تاخد بالك منها في الانترفيو، ممكن ترجع للفيديوهات السابقه وهسيبها لك برضو عندك في الكومنت او في الديسكربشن عشان لو عايز ترجع لها. النقطه دي بقى تالت نقطه، وانا مستغرب بصراحه انها هتكلم فيها، بس للامانه انا شفت يعني حاجات غريبه في الفيلد، وشفت حاجات اغرب في السوشيال ميديا، والفتره اللي فاتت دي في ظاهره كده مش الطف حاجه، الا وهي ان لبسك صورتك، انت ايمج للشركه بتاعتك. انت تتكلم في اللبس في الشغلانه بتاعتنا دي للاسف ناس كتيره قوي الفتره الاخيره دي على جروبات سوشيال ميديا معروفه ومشهوره في كارير الميديكال ريبريزنتيف بتتكلم على ان هي احنا بنلبس لبس تكتيفه، احنا بنلبس لبس مش عارفه مش كويس، احنا اللبس بتاعنا دوت وانت ماشي في الشارع تلاقي واحد ماسك شنطه ولابس قميص وبنطلون بعرف ان هو ميديكال ريب. وفي ناس كتيره جدا كانت بتتريق او بتترول على الموضوع ده بشكل انا مستغربه بصراحه. هسالك سؤال: موظف البنك لما بتخش البنك بتلاقيه لابس ايه؟ بدله. الدكتور بتخش في عيادته بتلاقيه لابس ايه؟ بلطو. فهو كل شغلانه ليها الدريس كود بتاعها.
عارف مره كنت قاعد على القهوه وبسمع اتنين بيتكلموا، وبدا واحد بيقول لزميله انا بنقي اسوأ لبس عندي والبسه، فبيقول له ليه كده؟ بيقول له اصل انا هنزل اشتغل بيه فهتمرمط والجو عرق والجو حر، فانا هلبس اسوأ شيء. وانا بنفسي والله شفت ناس في عيادات بمناظر صعبه جدا، يعني جو الحر والناس اللي مش مستخدمه ديودرنت والريحه، فالموضوع بجد ما ينفعش اتكلم فيه، دي نظافتك الشخصيه وصورتك وصوره الشركه انت بتمثلها، فما ينفعش حاجه زي كده نتكلم فيها. ما تجيش تقول لي اصل انا بشوف اسوأ لبس عندي والبسه، مش انت مش صنايعي، ده الصنايعي حتى اللي بيجي لك البيت مع احترامنا لكل الوظائف بيجي لك لابس احلى لبس ومتشيك وعلى سنجة 10، ولما يبدا ان هو يتعامل في حاجات ممكن يتبهدل فيها بيخلع اللبس بتاعه ويلبس تيشيرت تشيلسي، انا عارف زي ما كنا بنبقى عارفين مع الصنايعيه، ولكن بعد ما بيخلص بيرجع يغسل ايده ويغسل وشه ويغسل شعره ويظبط نفسه. انا مره جم صنايعيه عندي في الشقه عشان يشطبوا لي الشقه، والله كان الراجل بيحط سبراي وديودرنت وبتاع ويحط الجل ويبقى مروح من عندي على سنجة 10 زي ما جه بالظبط. فانت ازاي قابل على نفسك انك تنزل باسوأ جزمه عندك مفتحه من كل حته، اللبس بتاعك مش احسن حاجه؟ محتاج تاخد بالك من النقطه دي، النقطه دي بصراحه مهمه وكريتيكال جدا جدا جدا، وهتفرق معاك لو انت في شركه مالتي ناشونال او انترناشونال. اخيرا بصراحه بقيت اشوف برضه حاجات غريبه كده في بعض العيادات، بعض الميديكال ريب يبقى نازل لابس الراجل الفول فورمال سوت بتاعته، شابو برافو عليك، ولكن بستغرب بقى من مديره يبقى لابس جنبه قميص كارو ونازل كده عادي. هو مين فيكم المدير؟ يعني للامانه محتاج برضو الحته دي الناس تاخد بالها منها. انت لو مدير فانت نازل مع مندوب بتاعك، انت صوره ليه، انت راجل رول موديل بالنسبه له، ازاي هو نازل كده وانت نازل بالمنظر التاني ده؟ دي حته محتاج ناخد بالنا منها الفتره الجايه. رابع نصيحه يا صديقي هي فكره ان انت طالما دخلت كارير الدعايه الطبيه فانت بتتعامل مع صحه الناس، بتتعامل مع معلومات طبيه دقيقه جدا هتبلغها للدكاتره، فانت كانك رسول من شركتك بتنقل معلومه طبيه للدكتور بتاعك علشان يستخدمها ويقدر ان هو يفيد البيشنت بتاعه بالبرودكت اللي بتقدمه الشركه. فبالتالي لو انت داخل الكارير ده وفاكر انك خلاص بطلت تذاكر او بطلت تتعلم او بطلت انك تتطور، فانت غلطان. انا كنت متخرج من الكليه وقلت زيك كده بالظبط، ذاكر لحد ثانويه عامه هتخش الكليه مفيش مذاكره. دخلت صيدله مليانه مذاكره، مليانه ميد ترم، مليانه امتحانات، مليانه سكاشن، قلت خلاص هم 5 سنين الكليه وشكرا على كده. وللاسف المرحله دي مش حقيقيه، او مش للاسف بالعكس هي حاجه ميزه، انت كل مره او كل فتره والتانيه بتطور نفسك وبتعلم نفسك حاجه جديده. فدخلت شركه على ادويه خاصه بالكارديو او نقدر نقول عليها لاين الكارديولوجي في الشركه دي. فالشركه دي كانت انا محتاج ان انا اتكلم مع دكاتره ستاف جامعه، دكاتره كارديولوجيست، دكاتره بيهتم جدا انك تتكلم معاه بدراسات علميه وستادز حقيقيه، وتتكلم معاه كمان بالجايد لاينز، وبيفرق معايا الجايد لاين دي ابديتد ولا لا، طب التفصيله بتاعتها ايه، طب الكلاس بتاعت الكاتيجوري دي ايه. فتلاقي ان ادق التفاصيل الدكتور واخد باله منها، وحاجه مهمه جدا وما ينفعش تغلط. يعني ما ينفعش اقول الدكتور ده الدواء ده والله شغال في الحالات الفلانيه هو مش شغال، فندخل العيان ده لا قدر الله في مشكله كبيره. فبالتالي البوينت دي مهم انك تبقى عارف ان الكارير بتاعنا بالعكس انت هتتعلم على طول، كل فتره والتانيه محتاج انك تعمل ريفريشمنت للاديوكيشن بتاعك. هتلاقي شركات كتيره دلوقتي كمان كمالتي ناشونال او انترناشونال بقوا يفعلوا نظام اسسمنت كل كوارتر، ان هو يبدا ان هو ينزل للميديكال ريب الموجودين امتحانات. ده بيحصل عندي في الشركه كل كوارتر تقريبا، امتحان بينزل يتاكد ان انا لسه عندي المعلومه الطبيه ومتابع الابديتس اللي حصلت، لان وارد انا ممكن اخدت التريننج ده اول سنه، بعد سنه او 2 أو 3 حصل ابديت في الجايد لاين، نزلت استادي جديده او دراسه جديده، فهم محتاجين يتاكدوا ان انا فعلا متابع الابديتس دي ولا لا، او ذاكرتها او لا، او بتكلم بيها مع الدكاتره او لا. فيبداوا ان هم يعملوا لك اسسمنت، ده امتحان كل 3 شهور. هل عادي كده لو سقطت او مش عارفه ايه؟ طبعا لا، طبعا ده بيأثر على الكوارتر ابريزل، وممكن يأثر كمان معاك على الفاينل ابريزل اخر السنه. الابريزل ده اللي هو التقييم النهائي بتاعك في الشركه، اذا كنت لو في ترقيه انت هتبقى اليجيبل ليها اصلا ولا لا، او لو انت كنت هتاخد جريد اكبر جوه الشركه هتبقى انت تستحق ليها او لا. تخيل حاجه زي دي ممكن تعطلك. انت دخلت الشركه في فتره البروبيشن بيريود، مهم بقى في الفتره دي انك تذاكر الدواء بتاعك كويس قوي، لان انت تقريبا ممكن ما يبقاش عندك وقت كافي تاني جوه الشركه علشان تقدر تذاكره بالقوه دي، لان الفتره دي انت لا مضغوط بزيارات، ولا انت مضغوط بتارجت وارقام وسيلز وكل الكلام ده، ولا عندك بقى بيزنس ريفيو، ولا مديرك هيزن عليك. لو في شركه انت فيها في اول 3 شهور ده بيحصل فيك، اهرب
دي من الاخر ما تقعدش فيها. اول 3 شهور دول زي ما قلت لك دي البروبيشن بيريود او فتره الاختبار. انت دي الفتره اللي الشركه بتديك فيها التريننج اللي خاص بقى بالبرودكت نولج، تبدا بقى تاخد معلومات عن الدواء بتاعك، فيتشرز وازاي تعكسها ببنفيت عشان تفيد بيها البيشنت مع الدكتور. تبدا بقى تدرس حاجات عن الثيرابيوتيك اريا اللي الدواء ده شغال فيها، تاخد حاجات في الميديكال، تاخد حاجات في الفسيولوجي. خلصت؟ لا ما خلصتش، انت هتذاكر كل الكلام ده تاني بس على الكومبيتيتور. شوف بقى عندك كام كومبيتيتور في السوق، ومحتاج تعرف ايه الايدج اللي عنده، ايه الحاجات اللي نقدر نقول عليها ويكنس بوينت عشان تشتغل عليها وتتكلم بيها قدام الدكتور. خلصت؟ مبروك جالك نيو لونش، وهتعيد الكلام ده كله من الاول. نرجع بقى لمرحله البروبيشن بيريود، المرحله الاهم. انا قلت لك انت المرحله دي محتاج تذاكر فيها الدواء بتاعك كويس، ولكن هل مذاكره الدواء بس هي المهمه في المرحله دي؟ اطلاقا. المرحله دي تاني وتالت ورابع انت مش مطلوب منك لا ارقام ولا تارجت ولا مسؤول عن زيارات، لان غالبا انت هتيجي نفسك نازل الزيارات دي في اول مرحله بنسميها مرحله البروسبكشن او مرحله الاستكشاف. انت بتنزل الاريا تتاكد الليسته اللي معاك دي فعلا هي الدكاتره اللي انت هتتابع معاها وتشتغل عليها، ولا انت محتاج تغيرها. انت لسه مش عارف مواعيد الزيارات مع الدكاتره، انت مش عارف مين الدكتور اللي بيكتب ومين اللي مش بيكتب، مين الدكتور اللي كلاس A ومين اللي كلاس B، مين الصيدليه اللي بتسحب ومين الصيدليه اللي ما بتسحبش. فكل الحاجات دي انت محتاج تجمعها في مرحله البروبيشن بيريود. لو جهزتها صح صدقني هتفرق معاك. ده اعتبره الكورنر ستون او حجر الاساس بتاع الشغلانه بتاعتك السنين الجايه دي كلها. بنيتها صح تطلع صح، بنيتها غلط مش هتعرف ترجع، وعشان تصلحها هتاخد وقت كبير جدا. عشان بقى تعرف ايه اللي محتاج تاخد بالك منه في مرحله البروسبكشن، هنعمل لكم فيديو جديد ان شاء الله عنها، وهتكلم معاكم في كل التفاصيل الخاصه بالمرحله دي. بس خليك فاكر ان هي من اهم الفترات في الشغلانه بتاعتنا دي. النقطه بقى السادسه ودي مهمه جدا 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 جدا، حافظ على طاقتك النفسيه. شغلانه السيلز او شغلانه الميديكال ريبريزنتيف زيها زي اي سيلز تاني، الشغلانه فيها ستريس، فيها مبيعات، فيها تارجت، فيها مدير، فيها تاسكات، فيها شيتات، فيها دكاتره، فيها اسيستنت، فيها صيادله. فانت متخيل ان كل الناس دي انت بتتعامل معاها اون ديلي بيزس. فهل ينفع انك تصاحب ناس او تبقى متعرف على ناس تسحب طاقتك النفسيه دي او تاثر فيك بالسلب؟ اكيد لا. الصاحب ساحب. عارف، فمره كنت في اريا ما انساش اليوم ده ابدا، قابلت حد كده معروف يعني في الاريا ان الراجل ده لو شفته شكرا يومك قفل. وقف يتكلم معايا اكتر من ساعه الا ربع. انا بعد الكلام ده احباط بقى، ان انا اديلي كام سنه في الاريا وما ترقتش، واديلي كام سنه ومش عارف مش بيحقق في ارقامي، ومديري عامل فيها كذا، وشركتي مسويه فيها كذا، ربنا يغيثنا من المجال ده. يا معلم طب لما انت مش عاجبك المجال قاعد فيه ده كله ليه؟ ما تمشي. هو كل الكلام ده تفتكر انا هسمعه عادي هنزل اكمل يومي عادي؟ صدقني ده ما حصلش. انا رجعت كلمت مديري قلت له انا النهارده اجازه، وخدت بعضي وروحت. ما كنتش قادر. في ناس بتشفط الاكسجين اللي في الجو، الناس دي ابعد عنها. لو انت لقيت حد بقى بيجي يقول لك مثلا انت نازل تشتغل معاه جوين فيزيت او تشتغل معاه مثلا في يوم من شركه ثانيه، فيقول لك يا عمي كفايه كده 8 زيارات نروح، وانت مطلوب منك 10، ما تنزلش معاه تاني. انزل لوحدك او شوف حد يسحبك، بدل ما تعمل 10 زيارات تعمل 12. حد يقدر ان هو يديك طاقه بوزيتيف، مش حد زي ما قلت لك يسحب الاكسجين من الجو. ابعد عن الناس دي. اخر نصيحه هقولها لك النهارده وهي الصلاه. انت عشان تصلي وانت في الاريا الموضوع ممكن يبقى صعب، بالذات لو انت لابس لبس فورمال، فبتبقى الموضوع عندك مستصعب ان انت ازاي هتخلع او هتشمر علشان تبدا ان انت تصلي، او ان انت مش معاك مصليه، او لو انت بنت مش معايا اسداله او معايا لبس مناسب للصلاه. اعمل في الحاجات دي كلها ايه؟ نقطه بسيطه جدا، انزل بس من بيتك متوضي، صدقني الموضوع ده هيفرق معاك جدا. الحاجه الثانيه، خطط في يومك على الصلاه. زي انت نازل النهارده في بلان، هبدا البي ام بتاعي مثلا الساعه 12، وانا عارف ان الظهر بيأذن مثلا الساعه 12 ونص، خلاص انا الظهر بيأذن 12 ونص، فانا هروح الساعه 12 دي الزياره الفلانيه عشان دي جنب الجامع. او في بعض العيادات بيبقى موفره اصلا سجاده صلاه، خش الاسيستنت تساله قول له هل عندك سجاده محتاج اصلي، مفيش مشكله، ما تكسفش من حاجه زي كده. حاجه كمان، لو انت بقى مش لاقي حد في الاريا بتاعتك او العياده ما فيهاش سجاده، ما فيش جامع قريب وفي زياره مهمه ومش عارف ازاي اعمل ايه، بسيطه جدا. في دلوقتي سجاده صلاه، انا يمكن احط لك صورتها في الفيديو هنا، هتلاقيها عند اي حد بيبيع الحاجات اللي هي الاسلاميات بقى، اللي هي الجلاليب او العبايات او اللي بيبيع مصاحف الكلام ده كله. بتبقى سجاده بتطبق تحطها في جيبك، ما بتبقاش باينه، بتبقى قد الايد كده، قد كف الايد. نفس القصه
البنات دلوقتي كمان بيبقى موفرين دلوقتي اسدال، برضو نفس القصه، بيتطبق قد الايد كده، قد البوك، وبيتحط في الشنطه بتاعتك، ما بتبقيش حاسه بيه، كانه علبه دواء. فالحاجات دي خليها دايما معاك او في عربيتك، هتفرق معاك جدا عشان ما تراكمش الصلاه عليك وتروح تبقى مستصعب بعد يوم شغل شاق ولفه في الشمس كتير، هيبقى الموضوع صعب عليك انك تصلي. انا كده خلصت، مستني منك نصيحه. لو انت في الكارير دوت او دخلت الكارير وبدات تشتغل، قول لنا نصيحه انت اتعلمتها احنا ما قلناهاش او نسيناها في الفيديو ده، فسيب لنا كومنت في الفيديو وقول لنا ايه النصيحه اللي تنصحنا بيها لينا ولكل الناس اللي هتشوف الفيديو او الكومنت بتاعك. شكرا ليكم.